ازيكم؟ الحسد واحد من أخطر الخرافات التي تعبث أو تعربد في الواقع وبتسمم العلاقات الإنسانية. احنا عندنا مصادر كتير لإشاعة السم في الواقع ما بين الناس في علاقاتهم ببعض، سواء العلاقات القريبة أو البعيدة، علاقات الجيرة، علاقات القرابة، علاقات العمل، حتى علاقة الإنسان بنفسه. الأحقاد في الواقع الرجعي وأشكال التسمم الأخرى في العلاقات الإنسانية كتيرة جدا. إحنا عندنا 1400 سنة متصلة من الهيمنة على العقل والحياة، أدت إلى عقل متشكل أو ينظر للحياة من خلال منظور أظنه لازم محاكمته ولازم مساءلته ولازم التخلص منه للخروج من الرجعية إلى الحداثة. إحنا بنفكر بعقل متأثر تماما تماما، حتى على مستوى اللغة، مستوى التعبيرات اليومية والأفكار الواعية وغير الواعية، تقريبا كده غرقانين في مستنقع بول البعير لحد يعني تقريبا هنغرق. أنا شايف إنه الواقع بيتخرب بشكل كامل وشامل، واللي ناقص قليل قوي علشان خاطر يحصل ديكومبنسيشن ويحصل انهيار. بس ده مش هيمنعنا أبدا مهما كانت الحالة سيئة إن احنا نبقى عندنا أمل. الواقع بيقول، أو اللي احنا شايفينه بيقول، إنه الحسد مسألة عميقة جدا في الوعي العام. أنت ممكن تلاقي الحسد موجود في أماكن أخرى. كتير جدا من الناس اللي بتدافع عن الرجعية الدينية أو بتحاول تحمي أو تحاجي على العقل الرجعي الحاكم في مصر بأنها تبعد عن الشبهة في التسبب في مفاسد الواقع، تيجي تقول لك والله الظاهرة الفلانية موجودة بره، الظاهرة الفلانية تلاقيها في المكان الفلاني، ده في اليابان مثلا بيعتقدوا في الحسد أو في كذا برضه. لكن بيتغافلوا عن حاجتين أساسيتين عام في العموم، يعني بتلاقيهم لما تيجي تفكر في الحكاية دي. أولا، إنه أي ظاهرة في الواقع الرجعي هي موجودة ضمن منظومة متكاملة من الظواهر المتشابهة على نفس الأساس، وجميعها بيعمل في تخريب الحياة بشكل برضو متكامل، ومش هتلاقي ده موجود في مكان آخر. يعني مش هتلاقي في مكان آخر تجتمع ظواهر زي الحسد، الحجاب، التحرش، مشاكل التحقير من المرأة زي مثلا المواريث، أو غيره، يعني من الظواهر اللي كلها بيتكامل مع بعضه، يعني علشان خاطر نوصل لنفس النتيجة، نتيجة التخريب اللي حاصل في حياتنا والتخلف والفقر أيضا. كمان مش هتلاقي ظاهرة زي الحسد موجودة في مجتمعات أخرى بنفس الكثافة والأثر في الحياة. يعني وارد جدا إنه في مجتمع زي المجتمع الأمريكي ولا الأوروبي ناس تكلمك تاتش وود، يعني على الخفيف كده، اعتقاد بأنه والله ممكن، يعني حاجات كده يعني هامش. يعني التفكير الخرافي أو اللي ممكن تظهر فيه ظاهرة أو اعتقادات خرافية ملهاش أساس في الواقع، ده ممكن تلاقيه هامش في أي مجتمع تاني. عندنا هو مات، يعني هو أساسي. يعني لو جبت مثلا 10 أفراد أو 100 واحد وعملت مثلا عملية إحصائية، هتلاقي 90% منهم بيعتقد في الحسد فعلا، وممكن تلاقي 80% عمل حاجة فعلية علشان خاطر ينجو من الحسد، أو آه، هيحكي لك عن حاجة فعلا حصلت له يسندها أو يرجعها إلى إنه اتحسد. فإحنا ما ينفعش نقارن ظاهرة أو حاجة زي الحسد عندنا بمجتمع تاني. الحسد عندنا ظاهرة أصيلة في الواقع الرجعي ومؤثرة وفاعلة. فاعليتها ليها جوانب كتير، من أهمها تسميم العلاقات، لكن هي لها فعالية أخرى في أنها تشيع روح الخرافة وروح غير علمية لا تربط السبب بالنتيجة، وكمان روح في الاعتقاد في أن هناك قوى غيبية، قوى فاعلة، قوى ما وراء الطبيعة أو ما وراء الواقع فاعلة فيه. احنا بنناقش الواقع المواضيع
في القناة دي على أساس إنه كل ظواهر الواقع تنشأ منه، وكمان كل هدفنا دايما إنه هذا الواقع يكون أفضل. الرجعية الدينية مش كده. الرجعية الدينية بتأسس نظرتها للحياة على أساس إنه في سيستم عقائدي في العقل جاي من تراث ماضي شبه جزيرة العرب أو موروثاته، مخلفات عربان زمان اللي كلها بول بعير وزبل معيز. هذه المخلفات معمولة في صورة تصورات ومفاهيم هي أساسا مؤسسة العقل ومخلية الناس تفكر من خلال هذا المنظور. بيجي بقى مع طغيان الرجعية الدينية في الفترة الأخيرة، بيجي كتير من الناس تجهر بهذا الأمر في شكل واعي مباشر. مش الأمر بيبقى مثلا محصور في مجموعة من الناس، يعني زي ما تقول كده مثلا ممكن يكون ناس ثقافتها قليلة، لكن لا، انت بتلاقي الرجعية الدينية قادرة على الجهر بكل أشكال أو قوالب التفكير المتخلفة على مستوى واعي، وبتلاقي أكبر الطبقات أو أكثر الناس علما وتعليما برضو في أثر للتفكير الخرافي في حياتهم، بل بيصدروا هذا التفكير. وإحنا شفنا كتير من الأشكال إزاي الرجعية طغيانها واصل لمستويات أكاديمية عليا، بحيث تنتج نفسها من خلال رطنات وأشكال من التعبير، بعضها يبدو أنه عقلاني أو يبدو أنه هو حتى بحث أكاديمي. طبعا الموضوع ده له أشكاله، يعني ممكن ناس جدا تعمل لك بحث علمي في جامعة علشان تثبت لك فوائد حبة البركة أو بول البعير أو أي حاجة من موروثات ماضي شبه جزيرة العرب. بعض الناس ممكن تعمل لك دراسات حوالين الإعجاز العلمي مثلا، او واحد يجي جايب لك بحث عشان يثبت لك فشل وفساد وشيطنة تجربة الحداثة في مصر مثلا، من خلال بحث يبدو انه مثلا بحث تاريخي، كما يفعل مثلا دكتور خالد فهمي. المهم يعني انه التفكير الخرافي المرتبط بماضي شبه جزيرة العرب عميق وبياخد اشكاله، وبالتالي فاحنا قدام موضوع عميق، موضوع خطير لانه شديد الانتشار وشديد التاثير. عامه الرجعيه الدينيه من شده وعمق تاثيرها على العقل هتلاقيها متدخله في علاقه الانسان بنفسه، وعلاقته بالمكان اللي هو فيه، وعلاقته بالناس اللي هو عايش معاهم، وعلاقته بالاخرين. مثلا احنا ما عندنا علاقه بالغرب قايمه على فكره الشيطنه والتصور اللي اساسه عقده. شفنا مثلا زي ما جاء موضوع إبستين ازاي على طول جرى العقل الرجعي من خلال رؤوسه واعلامه يشيطنوا في الغرب من خلاله، او يستعملوه علشان يبرروا الوطيانات الدينيه الرجعيه العربيه القديمه. عايز يمرر موضوع مثلا اغتصاب القاصرات او ما يسمى زواج القاصرات بانه والله في واحد منحرف، تقول الحداثه انه منحرف وتحكمه قوانين الحداثه والعلمانيه بانه منحرف، ويبرر دوت وعلى اساسه يمرر انحطاطات وطيانات الخرافه العربيه القديمه. بناء عليه هتلاقي ناس كتير تيجي تقول لك والله لا، ده في بره في اوروبا وفي الدول المتقدمه ناس بتعتقد في الحسد. لا يا حبيبي، الناس دي هتلاقيها هامش قليل، ومش هتلاقي الموضوع زي عندنا الموضوع عميق جدا. والاحقاد في الواقع الرجعي مهمه جدا لانها بتسمم الحياه وبتضيع الكواليتي اوف لايف. يعني انت حتى لو كنت قادر انك تعمل لنفسك حياه افضل من خلال النجاح المهني او النجاح المادي الاقتصادي او حتى النجاح الدراسي ايا ما كان، برضه هتطردك وتلاحقك اشكال التنغيص والتنكيد والتسميم. الاحقاد او التنغيص حتى يعني بشكل اكثر اتساعا في الواقع الرجعي اسبابها كتير، وهتلاقي بيشترك فيها مثلا التركيبه العقليه اللي فيها مغالطات منطقيه بتخليه من الصعب على الناس انها تتفاهم. الاشتعال العاطفي، الافوره، مثلا فكره المواريث، التفكير القبلي اللي ممكن ينتج ظاهره زي ظاهره الواسطه والمحسوبيه. الحاجات دي تسمم العلاقات الانسانيه. يعني تصور مثلا انك تبقى عايش مع واحد او جنبك واحد قادر انه يحصل على حق او باطل من خلال الواسطه وانت مش قادر. طبعا برضو جنسنه العلاقات اذا جاز التعبير، يعني انك تخلي العلاقات الانسانيه كل شويه برضو بتستدعي فكره الجنس. مثلا فكره زي الحجاب دي
بتعمل تشويق و استدعاء للفكرة الجنسية في العلاقة بالمرأة. وكمان هتلاقي في الحسد كمان بيشارك في فكرة تسميم العلاقات، بل هذا التسميم بيكون لأقرب الناس، لأنه مين هيحسدك إلا الناس اللي أنت بتتعامل معاهم. وكل ما يكون مساحة التعامل أكبر، كل ما يكون فرصة إنه يكون موجود معاك في حياتك ومتداخل فيها أكبر، وبالتالي فرصة الخلاف أكبر. فأنت مثلا هتلاقي في الواقع المصري ظواهر زي كده، هتلاقي دايما العلاقات الإنسانية القرايب دايما فيها ضغائن، دايما ما تلاقيش يا أخي يعني أسر أو عائلات إلا ولازم في خلافات، وخلافات يعني شديدة، يعني صعب جدا تحلها، معقدة جدا. مش الخلافات اللي ممكن مثلا تتحل بحل وسط، لا، هو كراهية، ايوه كراهية كده اهو. انما لما تيجي تحلل وتدقق هتلاقي وراها سيطرة الخرافة العربية القديمة على العقل والحياة، وإقحام الديني على الحياة. وهتلاقي حتى لما تيجي تناقش دلوقتي طبعا نتيجة الإغراق بالرجعية الدينية وطوفان بول البعير اللي عالي قوي في العقود الأخيرة، هتلاقي التعبيرات الرجعية كتير في نص الكلام. بص لو انت بتتكلم مع اي حد يقول لك تعبيرات عربية قديمة دينية ونصوص في وسط الكلام. يعني كأنه يعني ما، بص ده بيقول لك صدقة جارية، بر الوالدين، تعبيرات ما يصحش ابدا انها تتقال في الواقع الحالي اللي المفروض ان احنا عايشين فيه. المفروض يعني في نظام قايم على الحداثة، وفي عالم قايم على تفكير المفروض ان هو علمي وعقلاني وخيره مغرقنا. وكتير جدا من الناس اللي ممكن تكون بتعتقد في خرافة تخريبية زي الحسد ما كان لها أن تكون موجودة لولا العلم، فكأن العلم أنقذهم عشان يعيشوا بالخرافة. شيء غريب جدا، إنسان الرجعية الدينية ممكن تلاقيه عمال يدافع عن الخرافات والمفاهيم والتصورات الدينية الرجعية الأعرابية القديمة اللي هي أصلا ضد الحداثة وتخرب في الحداثة. تلاقيه مثلا إنسان من البشرية الرجعية بيستعمل النت واليوتيوب عشان ينشر الخرافة العربية القديمة اللي هي بتخرب أصلا الحداثة وضدها. تلاقيه مثلا بينشر من خلال حقه أو ما تعطيه له الحداثة والعلمانية من الحق في أنه يعبر عن نفسه، ينشر الأفكار التي تعادي فكرة أصلا حريات التعبير وهكذا يعني. فالحسد أنا حبيت أقف عنده النهاردة على أساس أن احنا يعني ممكن مع الوقت وعلى قد ما نقدر نتعقب أو نحاول ننخرط كده في العلاقات الإنسانية في المجتمع الرجعي، المجتمع المصرجعي، المجتمع اللي عليه هيمنة للرجعية الدينية 1400 سنة متصلة، زادت قوي في الفترة الأخيرة في العقود الأخيرة نتيجة عوامل كتير. والحسد ما هواش بيشتغل لوحده، في الواقع بيشتغل الحاجات كلها مع بعض. يعني علاقة القرايب ببعض ازاي ممكن تتملي كراهية وأحقاد لو بصينا لمنظومة المفاهيم والتصورات اللي بتحكم العقل. لما يكون مثلا عنصر الحسد موجود مع عنصر الافكار او قوالب التفكير اللي فيها اشتعال عاطفي، فيها مغالطات، مع فكره المواريث والافكار القبليه وجنسنه العلاقات او استدعاء الجنس في فكره العلاقات الانسانيه، بحيث في النهايات تلاقي كده سيستم متكامل في فشل وفي فساد وفي تسمم. انا بعتقد انه العلاقات الانسانيه في الواقع الراجعي مسممه، الحياه بايظه اصلا، الحياه يا دوبك كده بالعافيه. انا اظن يعني انه مصر تواجدها لحد الان او عدم انهيار المجتمع المصري لحد الان هو معجزه، ويمكن هي ظروف خلتنا ننجو بنفسنا لحد الان، ما نبقاش سوريا وما نبقاش السودان، لكننا على الطريق. الواقع اللي موجود دلوقتي المصنوع الان اللي شغاله عليه الرجعيه الدينيه بضراوه وكل يوم بتكسب ارض جديده، بيقول ان احنا ماشيين في هذا الاتجاه، ما احناش ماشيين في سكه الوصول الى ان احنا نبقى مثلا شبه او زي او الى مكان قريب من سويسرا ولا المانيا ولا الدنمارك. لا، احنا رايحين في مكان قريب او شبه زي افغانستان، سوريا، السودان وهكذا للاسف الشديد. وانت بقى ممكن تدقق في حياتك وقرايبك وجيرانك ومعارفك وشوف كده، هتلاقي اللي بقوله لك ده، هتلاقي الحسد يمكن هو اكتر الخرافات انتشارا في المجتمع المصري.
واخطرها. ويمكن كمان من اخطاره او من يعني من المشاكل المتعلقه بيه ان هو يعني ايه، محدش بيتكلم فيه كتير. يعني هتلاقي الكلام ممكن يكون منصب على ظواهر اخرى، وهي برضه ظواهر خطيره زي التحرش مثلا، لكن ظاهره زي الحسد تنخر في اساسات الحياه بشكل مستمر. ويمكن كتير من الناس بتعمل له عمليه تقمص او توحد معاه او معتقده فيه للغايه، مع انها ممكن تكون علمانيه او يعني متعلمنه او يعني بتقول او تدعي ذلك. لكن ما دامت فيك امرؤ فيك رجعيه، فانت فيك اثر من هذا التفكير الخرافي. ان كنت تعتقد ان هناك شرط من خارج، ان هناك شرطا دي تبقى ايه اسمها، بقول لك في اللغه العربيه القديمه هنا تبقى خبر مؤخر او مبتدا، هناك هنا تبقى مبتدا مقدم حاجه كده، عشان هناك دي ظرف زمان فهي شبه جمله حاجه كده. حاجه لغه يعني خطيره، مخربه، لانها طبعا تاخد من الدماغ والتركيز والتفكير. تبقى طول الوقت مش مشغول بانك تقول، ما هي اصلا الفكره نفسها دي مرتبطه بفكره انه الفكر العربي كله عموما مسيطر على عقلنا. هو فكر بيخدم تصورات عقليه ماضويه قديمه، مش بينطلق من الواقع ولا بيخدم عليه. ولما تبقى انت امرؤ فيك رجعيه، مهما كنت بتقول انك ضد الرجعيه او انك خرجت منها، هتلاقي عندك اثار مثلا انك بتعتقد ان والله لا، الحسد ده ممكن. واحنا مر علينا مثلا واحد زي الشعراوي، وهو من اعلام الرجعيه الدينيه، حاول يعني يعمل علمانه لفكره الحسد، وقال لك ايه، مش يمكن في اشعاعات بتطلع من العينين تاثر في المحسود يعني اي حاجه، اي كلام. بص، التفكير الحداثي او العلمي اساسه انه الحقيقه في الواقع مش في البق. يعني انت ممكن تقول مثلا والله ده ربنا بيقول او الرسول بيقول ايا مكان، يعني كلام زي، ودي ايه في القران، انه ايه، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم بينكم موده ورحمه. تيجي تقول له والله علاقه الزوجيه مثلا مسممه في الواقع الرجعي، يقول لك ازاي ده ربنا بيقول. لا يا حبيبي، المساله مش كده. الإوالات دي أصلا أثرت على العقل وأنتجت مفاهيم تحتية، قوالب تفكير لا واعية أساسا من زمان 1400 سنة متصل. وبعدين أنت ممكن تلاقي إوالات ضد بعض، لكن الرجعية الدينية لما تبص في الواقع هي ده. يعني الرجعية هي ما تراه في الواقع وليس ما تقوله. الأقوال هتلاقي حاجات ضد بعض، إنما الواقع دايما له اتجاه معين. فاللي احنا شايفينه في الواقع انه العلاقات اميل للتسمم. ممكن تلاقي اشياء جيده ان لقيت شيء جيد في اساسه الحداثه، يعني اساسه الاجتماع على فكره انه والله نحن نعيش في مجتمع، في دوله تحكمها قوانين، وهذه القوانين ينبغي ان تكون افضل والمفروض تتحسن، والمفروض ان احنا بنغير علشان خاطر نكون احسن، وان القوانين دي محطوطه علشان خاطر المنفعه العامه وهكذا. وجايز يكون فيها اخطاء، المفروض يعني احنا وراه، لكن الفكر الرجعي ثابت ولا يتغير. ومن 1400 سنه زي ما بيقول او زي ما اتقالت اوالات الموده الرحمه، اتقالت اوالات انه الست لو جوزها قال لها تعالي تيجي ولو على ظهر بعيد، وانه الست برضه جوزها ممكن يتجوز عليه ممكن في اي لحظه، وانه لما يطلقها خلاص ملهاش حاجه. ويقول لك برضه ان الرسول والله جه قرر يطلق احدى زوجاته، ف وعشان هي كبيره في السن فهي ملهاش، يعني قالت ايه، انا هتبرع بليلتي للسيده عائشه. هو القصه كده. فانت يبقى التصور هنا ايه بقى، ينتج في النهايه ان الست دي عباره عن ايه، والعلاقه الزوجيه عباره عن ايه. ففي النهايه يحصل ايه في الواقع. فالواقع ده هو الرجعيه الدينيه، هي ما تراه في الواقع وليس ما هو في الفم. احنا بنستعمل المقولات ليه؟ علشان ندلل على ما هو في الواقع، مش على اساس ان هي الحقيقه من هنا. الحقيقه ليست هنا، الحقيقه هنا. وعلى هذا الاساس فاحنا لما نيجي نفحص الواقع هنلاقي انه الحسد مساحته كبيره جدا في الاثر في الحياه. وعلى هذا الاساس بنتكلم، وان التسمم اللي موجود هنا في هذا الواقع هو نتيجه سيطره الرجعيه الدينيه عليه 1400 سنه متصله، لان الحسد نفسه له اسس نصيه.
وكمان هو العقل ده هو اللي مسيطر على الواقع، وبالتالي فالواقع ده هو يعني صوره لهذا العقل. طبعا نتيجه بقى محاوله النهضه والحداثه والدنيا بتتغير، ففي تغيير بقى. هو التغيير هو ده اللي عامل الصراع دلوقتي، انه في ناس زي حالاتي كده بتقول لنكمل مسيرتنا الى الحداثه والى الانسانيه والى القيم المتغيره والنسبيه نحو حياه افضل. لما يفضل بقى الانسان في بقايا من هذا التفكير، حتى لما ينفلت هتبص تلاقيه ممكن يعلمن فكره الحسد، او يبررها، او يدي لها شكل غير مباشر. الناس بتكلمك عن مثلا علوم الطاقه، او مش عارف حاجات كده يعني، الطاقه الكونيه، مش عارف ايه. في ناس تقعد تقول ايه كلام يعني فيه لمحات من التفكير الخرافي القديم. الكلام ده حتى ولو الرجعيه كانت ضده، زي مثلا فكره الاعمال والسحر، فهي بس برضه اللي صنعته. لانه ممكن جدا بالبق كده يقول لك والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا انه اوعى حد يعمل اعمال، ده الاعمال دي وحشه قوي، ده شر كبير. وقال الله او قال الرسول ايا ما كان، احنا ما فيش حاجه، الجن ما بيأثرش في الواقع مثلا. بس انت اصلا اللي جبت فكره الجن، واسست الفكره انه والله من الممكن لقوى غيبيه او تصورات غير موجوده في شروط الواقع ان تؤثر فيه. فخلاص اصبح الذهن قابل لمثل هذا الامر يعني. وبالتالي مثلا حاجه زي علوم الابراج ملهاش اساس في الواقع في تراث الاعراب القدماء، او قدماء ماضي شبه جزيره العرب، اللي هو اصلا متحمل على المقدس، وبيتقدم دايما من خلال قال الله قال الرسول، من خلال اقحام الدين على الحياه. فممكن جدا برضو تقول ان ده هو مساله دينيه، يعني في الواقع بتاعنا. طب هتقول لي والله ما في ابراج، في مش عارف بيقولوها، وفي حاجات علوم الطاقه وحاجات روحانيه. العالم كله كان عنده هذا الارث من التفكير الخرافي، وبيتخلص منه شويه بشويه، ويتفاوت بقى مجتمع عن اخر في التخلص من اثار التفكير الخرافي، او التفكير اللي مش منطلق الواقع ومنتهى هذا الواقع، تفكير خرافات كده. فالفكره بقى انه ايه، في مجتمعات قطعت شوط وفاضل بقايا او جيوب، وفي مجتمعات لسه غرقانه فيه بل بتحفر فيه زي عندنا كده، لان في تسلط باسم القداسه على العقل بالتفكير الخرافي ده، ان هناك قوه غيبيه في عفاريت وجن وكده، بل وملائكه، وفي والله بقى فوق ده كله بيتدخل في الواقع ويغير فيه. وبالتالي فانت لما تيجي تقول لي مثلا الدعاء، مثلا انا هدعي ربنا، ولما هدعي ربنا هيغير على حسب الدعوه، او ممكن يستجيب على حسب الدعوه، فانت برضو بتؤسس لي تصورات خرافيه ممكن جدا تاخد شكل تاني او قالب تاني، وهكذا. يعني الموضوع فيه تركيب كده. ففي النهايه الحسد تصور ان والله ممكن حد يبص لك او يتمنى في نفسه شيء فيقوم يحصل لك تغيير. هل بقى هناك دراسه اثبتت ذلك؟ ما احنا عشان نقول بقى التفكير الحداثي او التفكير العلمي هو بيقول ازاي، يعني كيف تحصل على المعلومه، وكيف تصدق ان شيء حصل او ما حصلش، او يجوز او لا يجوز، ينفع ولا ما ينفعش. ازاي تقول ان المعلومه الفلانيه هي معلومه حقيقيه او صحيحه او صائبه؟ من خلال دراسه الواقع، مش من خلال ان انا اقعد في السقف كده وابص. المنطق له دوره في التعامل مع الواقع او الانطلاق منه، انه العقل بيشتغل معاه. انما ما ينفعش العقل لوحده وانت قاعد على الكنبه، ما ينفعش تقيسها كده منطقيا كده وتقعد وخلاص. وما ينفعش برضه تجيبها من نص قديم من ماضي شبه جزيره العرب. هو الحقيقه احنا بنجيبها بقى من نصوص قديمه من ماضي شبه جزيره العرب، لكن احيانا الانسان بيتاسس على هذه النصوص ويبقى عاطفيا منحاز ليها، او الارث ده ارث ماضي شبه جزيره العرب يبقى عاطفيا منحاز له انحياز شديد، وبعدين يعمل عمليه اعاده انتاج لهذا الانحياز من خلال عقلنه او حجج عقليه او اشياء تبدو انها والله ده تفكير عقلاني جدا، او يعني منضبط في شكل عقلاني او في شكل يبدو ان هو عقلاني. لكن الواقع بيقول ان احنا قدام منظومه متكامله اساسها عقل ماضي شبه جزيره العرب، والمنظومه دي بتتسلط على العقل من خلال المقدس 1400 سنه متصله طبعا. ففي اصلا اساس ديني راجعي اعرابي قديم. وبعدين للاسف الحداثه، دوله الحداثه في مصر او محاوله الحداثه في مصر فشلت، ما امكنش ان هي تعمل تحديث للمجتمع، لانه
يعني يمكن ظروف كتير، احنا اتكلمنا عن الحكايه دي اكتر من مره، دايما نتكلم عنها لانه هي اساس النظره بتاعتنا للواقع في مصر دلوقتي، وتم احباط محاوله النهضه والحداثه في مصر، واحنا ماشيين دلوقتي في سكه الرجعيه ومزيد من الرجعيه، وكل يوم ابعر من اللي قبله. يعني احنا يعني الموضوع مش بيتوقف. فيعني بالنسبه لموضوع الحسد ما هواش قليل، يعني ومش بيشتغل لوحده، بيشتغل مع بقيه الحاجات. الانهيار اللي بيحصل في اي مجتمع ما بيحصلش كده، هو بيحصل ده استحقاق معرفي. يعني يستحق المجتمع الذي تخرب بالرجعيه الدينيه، يستحق ما يحدث له، لانه الحقيقه بيدفع ثمن استسلامه لافكار الرجعيه الدينيه عليه. وبالتالي فانا شايف انه الحسد طالما انت بتعتقد فيه او ظان انه ممكن يفيدك او يضرك، انه حد يبص لك فيقوم يأثر في حياتك او يغير فيها، فاسترق وحدك بقى، لان ده بيترتب عليه حاجات كتير. الحسد مش مجرد اعتقاد غيبي، ده بيشتغل في عمليه تخريب ضمن منظومه متكامله، في عمليه تخريب اجتماعي كامله متكامله مع بعضها يعني. فشوف انت لما يعني يحصل عمليه زرع للشك بين الناس، طبعا او شرعنه للكراهيه، وبعدين زي ما وصفت لك كده، مصادره الواقع والمنطق والتجربه الانسانيه باسم الدين. ففكره الحسد لما تفترض انه اي خير يحصل لك او نجاح او جمال، إيه إيه او ما يقال له رزق، ما هو فكره الرزق برضو فكره ما هياش فكره دينيه رجعيه عربيه قديمه. بس المهم يعني ان كل ده هو اي حاجه تحصل لك برضو مهدده بان واحد يبص لك او يتمنى حاجه فيقوم يحصل لك شيء غريب جدا. يعني المفروض انه حاجه تحصل لك هتبقى بسبب قوانين الواقع، حتى ولو كانت من شروط الواقع ده ان فكره المصادفه. يعني بيحصل انه في حاجات تبقى انت مش قادر تعرف لها ظروف او شروط او اسبابها الحقيقيه، او بعض هذه الاسباب بتبقى قايمه على المصادفه او ما نسميه احنا المصادفه. فالمهم انه لما بتبقى عندك تصور كده انه اللي حصل لك ده مش بسبب شروط الواقع ولا اختياراتك، او لو انت مثلا عندك تصور انه والله انت عايش في بلد فيها شروط تقول ان هناك ظلم اجتماعي، وانه والله مفيش فرصه تيجي مهاجر بناء على استجابه انه والله هناك شروط اقوى منك، فانت خلاص قررت انه مش هينفع. انما ممكن جدا يبقى في حاجات نتيجه اختياراتك انت. فلما انت بتسيب ده كله وبعدين تتصور انه اي حاجه حصلت لك او شيء ما حصل لك بسبب عين خفيه او نيه او شعور داخلي عند شخص تاني بنسميه احنا الحسد، فانت بقى في النهايه حولت العالم من مكان مليان تعقيد واسباب وتفاعلات لزي مسرح سحري او بدائي. فيبقى النجاح حسد، الفشل يعني النجاح مهدد بالحسد يعني. وبالتالي لو حصل وفشلت، يعني ما انت حتى ممكن ما تفشلش بس تبقى خايف تفشل طول الوقت، خايف تتنشي عين يحصل لك حاجه، فيبقى تعبك لما تحصل لك حادثه مثلا او مرض يبقى حسد. اي حاجه تحصل لك خلاص بص حد بص لك في الموضوع، فاي شيء ممكن تفسره بالحسد، وده شيء خطير يعني. التفسير سهل مريح بس زائف. بدل ما تبص في الاسباب وتحاول تفكر حتى ولو اسباب فوق ارادتك. يعني ما هو انت من العقل ان تدرك ما هو في نطاق قدرتك وما ليس في نطاقها. احنا مسلمين بان الحياه مليانه اشكالات، وانه كتير منها مش في ايدك. يعني فانت المفروض تدرك، تبقى عارف ايه اللي ممكن يتغير او ايه اللي يقع في نطاق قدرتك وايه اللي لا يقع في نطاق قدرتك. ده جزء من الاداره العقلانيه للحياه. لكن اللي بيحصل انه في مصادره للشر الطبيعي اللي ممكن يحصل اي حد. يعني هو شروط الحياه كده، في الحياه الشر موجود، الحوادث بتحصل، المرض بيجي، مفيش حد ما بيمرضش، مفيش حد ما بيفشلش، والعلاقات بتبوظ، ده جزء من
طبيعه الوجود الانساني واشكالاته. فخرافه الحسد بتيجي تعمل ايه؟ تلغي كل ده، تيجي تقول لك ده عين وصابتك يا حبيبي. فبيبقى بيحصل الغاء لشروط الواقع او المقاربه العقلانيه له، ولا حتى يعني بمنهج علمي احصائي مثلا مفيش، يعني الغاء للعلم، الغاء للتفكير العلمي، والغاء للمسؤوليه كمان. وانت بما انك انت مثلا انت ما كنتش مركز واتخبطت، يبقى وتقول لي حد حسدك وانت خبطت بالعربيه ولا عملت ايه يبقى عملت مشكله؟ لا، انت اللي مسؤول. فالحسد بيعمل بيلغي فكره انه الحياه اساسا في الحقيقه قاسيه احيانا بلا معنى. يعني ما تلاقيش سبب ساعات كده، ما تعرفش تلاقي سبب، بس تحول ده. البديل بيبقى ايه؟ يعني بدل ما تقول ان والله هناك شروط ضد ارادتك او في حاجات حصلت يعني بلا معنى، يعني واحد مثلا عنده امتحان ثانويه عامه ويحصل له حادثه، ولا يجي له لوز، او يجي له زايده ويخش مستشفى. ما هي طبعا يعني بس في شروط في الواقع خارج ايدينا، بس بيحصل. انك تقول ان ده حصل نتيجه ان الحياه فيها فعلا حاجات بلا معنى وحاجات قاسيه، ولا انك تظن بقى ان هناك مؤامره شخصيه ضدك عين وصابتك. طب في الحاله الاولانيه بتديك ادراك معين يساعدك في تقبل اشكالات الحياه. الحاله الثانيه هو كده كده الواقعه بتحصل، بس بتبقى عندك هذا الشعور بالكراهيه تجاه شخص اخر هو بريء اصلا. يعني يتهيأ لك مثلا انه والله فشل ابنك مثلا نتيجه انه حد بيقر عليه. طبعا ده بالتوازي او بالتساوي او بالتكامل مع الاشكالات الاخرى اللي بتسمم الواقع الرجعي او بتملاه بالاحقاد، زي فكره الاعمال السحريه والجن والعفاريت والكلام ده. لان احيانا بيبقى الحسد، طبعا فكره الحسد ديت للاسف الشديد مكتوبه. شوف الرجعيه الدينيه ما بتسيبش حاجه يا اخي. يعني الرجعيه عامله في الواقع حاجه اسمها انك ممكن تعمل اعمال بارادتك، يعني تروح تعمل عمل سحري علشان خاطر تاذي حد تاني. ده موجود في منه. كويس. طيب افرض انت نيتك كويسه، بس برضه هي ايه في السيستم الرجعي وفي سيستم الحسد انك ممكن تحسد وانت ما تقصدش. يا اخي انت ممكن تحسد نفسك اقول لك ويقول لك ايه ما يحسد الملل لاصحابه، اللي هو شيء اللي هو شيء كريه جدا، اللي هو ايه يعني انت نفسك ممكن من غير حاجه وانت قاعد كده تيجي حاسد نفسك، او يبقى اخوك اللي بتحبه وتحسده. ما هو عينك، هو عينك وانت ما تقصدش. قال يعني ايه؟ انت شوف بقى كميه التسميم. يعني الانسان يبقى عايش في حاله من البارانويا، يعني حاجه كده ايه. ما هو البارانويا تعبير نفسي مكون من ثلاث اشياء، ثلاث حاجات: الشعور بانه انت عظيم، والشعور بانه مش واخد حقك، او انه الاخرين مضطهدينك. ففي شك، الاضطهاد، انه في الاخر يفعل الشر ضدك. فانت لما تبقى قاعد عندك تصور انه الشر اللي حصل لك حصل من اخر استهدفك، حاجه خطيره جدا يعني. وبعدين يعني تجعل او تنشئ الكراهيه من ما فيش، او التحسس او التحسب من ما فيش. يعني تخبي على اقرب الناس ليك حاجات. يعني وانت نفسك وانت رايح تقابل واحد صاحبك وشفت لابس بدله حلوه، تخاف تقول له الله ايه الحلوه البدله دي جبتها منين ولا ظريف، لانه ممكن جدا ان هو معدي ولا هو مش عارف ايه مسمار يشبك فيها يقطعها، يبقى بوب بوب هو اللي عمل فلان اللي عمل لي الكلام. يبقى يعني يبقى ايه؟ شوف انت بقى. ففي بيحصل تدمير للعلاقات الانسانيه، تسميم غريب جدا يعني. خرافه الحسد عدو للعلاقات الصحيه، وبالذات للناس اللي قريبين من بعض. فلما تصدق ان صاحبك ممكن يحسدك، ولا قريبك ممكن يبص لك، ولا اخوك يضرك من غير ما يقصد، وامك تخبي عليك فرحتها. يعني حتى الام على فكره ممكن تحسد برضه، يعني علشان العين بقى. ما انت كل وقت انت نفسك بتبقى هدف، يعني تبقى ماشي متلبش يا اخي. يعني تتعامل مع اقرب الناس، مع اقرب قرايبك كخطر محتمل، وانت نفسك تبقى خطر محتمل عليهم. فنبقى احنا قاعدين متلبشين يا اخي. تخبي نجاحك، تقلل من فرحتك او التعبير عن فرحتك، تكذب، تمثل، تتصنع الفقر والفشل، وتشك في نوايا الناس. انا امي شخصيا يعني اتمنى يعني طولة العمر والصحه ليها، متعوده طول عمرها
اي طفل تشوفه تقول له يا وحش، هو الواد ده وحش كده ليه؟ مهما كان جميل لازم تقول كده. طبعا بعض الناس ممكن تكون يعني مش مدركه فتتصور انها تقصد انه بتقول كده ليه. بس في ناس ثقافتها كده، ان هو هي ايه يعني هي بتبقى تقصد انها ايه، مش عايزه تحسد او يظن ان هي بتحسد يعني. فتلاقي بقى كميه هائله بقى بتتزرع كده في العلاقات الانسانيه من الغيره والحقد والكبت. يعني انت مش عارف تفرح لحد، ومش عارف تفرح مع حد. ما هو ممكن جدا ما لو اظهرت الابتهاج، واحد جايب الله العربيه دي حلوه قوي، ايه ده جميله قوي يالا، هوب انت مش قاصد فعلا انك. هو طبعا التصور الاعرابي يقول لك الحسد هو تمني زوال النعم. يعني هو انا مش عارف ازاي يعني. بس ما هو اصلا مش هيجي لك تمني لزوال النعمه الا لو، او ده فيك نفسه هيبقى ممكن اكتر لما تكون متصور انه فعلا لو تمنيت زوال النعمه، لو عبرت عن كراهيتك، فممكن ده هو يجيب نتيجه. ما هي بقى منظومه متكامله. افرض مثلا اخوك او اخوكي، وانت مثلا اخوك واكل عليك ورثك، او هو اصلا من غير حاجه وارث منك ضعفك، بالتالي جوه في نفسك شيء، فيبقى ماشي ما اقر بقى عليه بقى ما يمكن. فتصور بقى يعني الحاجات بتجيب بعضها. عشان تبقى مدرك قد ايه وانا بقول يعني انه الواقع بقى جاي بيحصل تكامل في مفاهيمه وتصوراته عشان تفسد العلاقات الانسانيه. ما فيش علاقه سببيه. ما هو طب ما انت بوصل العلاقه السببيه باقحام الديني على الحياتي. احنا لما بنقول الدين ينبغي او ما يقال انه دين في الواقع الرجعي، واحنا بنقول انه مش دين، ده منظومه ايديولوجي سياسي استعماري واستلابي من اغرب ما يمكن. شوف واصل لفين وشغال على ايه؟ شغال على حاجه زي الحسد، لان هو المنظومه متكامله. وانت لازم تعتقد انه هناك قوه غيبيه هي بتحكم العالم، وبرضه ايه، برضه يبقى عندك هذا العقل اللي فيه تناقض. يعني يبقى عندك هذا التناقض ما بين تصورك انه اقرب الناس ليك اللي بيحبك ممكن برضه يضرك، ويتكامل بقى مع بقيه التصورات بتاعت انه قريبك ده ما يفيدكش بحاجه. ما انت لو جيت تدقق هتلاقي ايه، انه مفيش حد ينفعك، وانه يوم القيامه اصلا يوم يفر المرء من ابيه وامه واخيه وصاحبته التي وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. ما حد، ما كل واحد مساله شديده التدخل في اقرب حاجه يعني بالنسبه لك، ما لهمش. ويوم القيامه حتى قرايبك ابوك وامك وقرايبك والمجتمع والناس يبقوا في النار، ونفسهم اقرب الناس ليك ونفسهم في بق ميه، وانت بقى قاعد في الجنه يقولوا لك ادينا بق ميه تقول لهم لا. ده موجود في ده ايه في القران. احنا بنقول الحاجات دي تبقى دين، تبقى في الجامع، تبقى يعني وثيقه تاريخيه، مش حكم على العقل، مش حطها في مناهج الدراسه وتبقى مثل اعلى للتفكير. لا لا لا، ولا تدار بها الحياه. يعني فالدين كله او ما يقال له دين في حياتنا المفروض يبقى في الجامع. لكن انت بتحط بقى ده باعتباره، بتحط تجيب ماضي شبه جزيره العرب بمفردات وجامعها اللي متحمله على المقدس، وتعملها مثل اعلى وتحكم عليه العقل، تحكمها على العقل. وده شغال 1400 سنه متصله، وبيتصاعد دلوقتي علشان خاطر يقبض على الحياه ويقيم دوله البداوه اللي هيبقى فيها من مفرداتها الاساسيه فكره الحسد بقى. فده هل تقدر تعتبر الحسد دي جريمه فكريه؟ يعني بل لعلها من اكبر الجرائم الدينيه الرجعيه في حياتنا. ما تقعد تربط حدث ما لهاش علاقه ببعض. ما اصل النظريه جاهزه، العقل متاسس اصلا وجاهز. يعني واحد يشوف عربيتك بعد اسبوع العربيه تعطل يبقى حسد. يا حد يقول لك الله ايه الحاجات انت ايه القمر ده، انت حلو قوي كده، ايه يا عم النشاط ده، بعدها باسبوع تتعب ولا يجي لك دور برد خلاص. حد بس لطفلك ولا عيط ولا لا، طبيعي العيال الاطفال لازم تعيا على فكره. هو الانسان في مقتبل حياته وفي نهايتها في الحقيقه بتبقى مناعته ضعيفه وسهل جدا يلقط اي دور برد ولا بتاع. العيال كلها بتعيا. انت لما تشوف عيل ايه القمر ده، الحل امور ده يا جماله يا نوغه بتاع أوب، يا انت حسد. فشوف انت فكره المغالطه السببيه ديت اذا جاز التعبير يعني،
انت اصلا من حيث المبدا بتدمر فكره السببيه في العقل. احنا ناقشنا الموضوع ده قبل كده، انه الرجعيه الدينيه لا تعتقد انه شروط الواقع تعمل بذاتها، هو ربنا هو اللي بيسبب الاسباب. الاسباب ديت زي اكسسوار حليه كده. المفروض انه حدثين حصلوا ورا بعض مش بالضروره يكون واحد فيهم سبب في الثاني، لازم يكون هناك بحث علشان نعرف ان في علاقه سببيه. فطبعا مفيش حد بيدرس مثلا يجيب مثلا يعمل دراسه علميه نشوف بقى موضوع الحسد ده موجود ولا لا. لا، هو بيبقى الموضوع كله في المفتوح. واصلا الذهن اللي هو معد خرافيا علشان يربط بين حاجات ملهاش علاقه ببعض بيبقى مؤهل لده ببساطه يعني. فده منطق شويه طفولي وملتبس بقداسه دينيه، او يعني بيتمرر من خلال القداسه الدينيه. يعني ما هو احنا بنقول انه بيتم اقحام الدين على الحياه باعتباره هو الحكم الاعلى ليه. وده حصل يعني كفايه علينا 1400 سنه من التخريب للحياه، فكفايه يعني. وشوف بقى التناقض الفصاميه بقى. يعني اصلا هو تناقض فج. يعني هو المفروض كل شيء مكتوب، كل شيء بقضاء الله وقدر. طب يعني ايه المفروض؟ انه كل شيء باذن الله، ولكن في نفس الوقت عند فلان هي اللي جابت اجلك او جابت لك مش عارف ايه. يعني طب ازاي؟ فلان لما حسدك هو اللي عيد. طب ازاي؟ فين القدر وفين المشيئه وفين الاله هنا؟ لو الحسد قادر يغير المكتوب يبقى اقوى من الاله نفسه. لكن هي مساله بقى فيها تناقض شديد يعني. ما هو هتبص تلاقيه بيقول لك في مكان تاني او في مناسبه تانيه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. بص كميه التناقض والفصاميه في الرجعيه الدينيه ملهاش اخر. يعني احنا عملنا قبل كده في النقطه ديت كذا ندوه وكذا حلقه وكتبت فيها كذا مقال، انه اصلا الرجعيه الدينيه اساسا متناقضه من حيث المبدا. التناقض هو ان الاشياء تبقى ضد بعض، او انك تعتقد في الشيء وعكسه، او تعتقد في شيء وتعمل عكسه. الفصاميه بقى ان ده تقبل ده، وانه ده يتجاور بشكل متصالح في نفسك وفي اختياراتك. مفروض انه الانسان يحاول يكون متسق فكريا وسلوكيا ووجدانيا. الانسان الطبيعي كده. لكن الانسان الرجعيه الدينيه لا، هو فصامي فصامي بطبعه. الانسان الرجعيه بيعتقد في الشيء وعكسه. فيعني لو الحسد قادر يغير المكتوب يبقى في الحقيقه يبقى هو اقوى من الاله نفسه بقى. بس هو يقول لك ايه؟ ما هو ربنا كاتب ان ده يحسد يقوم ده يجرى له. طب بيبقى ذنبه ايه بقى اللي بيحسد؟ وبعدين ما هو مش ممكن يعني. العقل الراجل متعود بقى يعيش جو التناقضات ده من غير ما يحس، هو بيبقى تركيبته كده. شوف كميه التخريب. خد بالك بقى لما يبقى العقليه اللي هي قادره على الاعتقاد في شيء وضده والقبول بالشيء وضده. العقليه دي تبقى تباشر اختيارات الحياه، تشرع القوانين وتعمل كل الاختيارات في الحياه. اكيد يعني يبقى مجتمع يعني انا يعني بعتقد انه احنا وجودنا فعلا تماسكنا لحد النهارده في مصر هو معجزه، مع كميه الاغراق ببول البعير زي ما انت شايف. شوف بقى الاعلام الديني، اعلام الرجعيه والمؤسسات الدينيه نفسها تلاقيها مستفيده جدا من فكره الحسد دي. ليه؟ لان اولا هي بتخلق شعور دائم بالخوف واحتياج دائم للتحصيل. يعني تعمل المشكله وبعدين تقدم لك الحل، فتعمل بقى سوق للرجعيه يعني. الرقيه الشرعيه، شيوخ بقى تعمل مواد او وعظات بقى، وساعات فيديوهات في يوتيوب وفي السوشيال ميديا تشتغل يعني. او تروح له يرقيك برضه اوراد واحجبه وحركات يعني تعاويذ وكلام من ده. بدل ما نواجه بدل ما تواجه الحياه وتعرف حتى جوانبها المأساويه وتشوف نواحي الفشل فيها ايه، في غياب للعداله، في فشل في المنظومات، تيجي الموضوع يبقى حل وهمي لاشكاليه انت اصلا بعد كده مع الحسد ده عشان تشيله او تمنعه يبقى لازم تعمل شويه حركات. فالحسد ده برضه مثل ونموذج لازاي الرجعيه الدينيه بتنشئ المشكله في الواقع وبعدين تشتغلك وتقدم لك الحل، بل وتنقدك. يعني زي مثلا موضوع الاعمال السحريه ده، يعني الرجعيه الدينيه هي اللي جابت فكره العفاريت والجن ومش عارف ايه. وبرضه في الوقت نفسه رغم ذلك هي برضه اللي تقعد
تعتبر ان الواحد يعمل عمل من الاعمال ده من الكبائر، وهي اساس كل افكار الجن والمس الشيطاني والعفريت اللي لابس مش عارف ايه، كل السوء ده كله. فالحسد برضو كمان هو بيقدم للانسان الرجعيه الدينيه تبرير الفشل. ده تبقى يعني ايه حاجه مريحه نفسيا برضو. يعني هي ايه بتوفر المجهود. هو طبعا العقل متبرمج على انه يوفر الطاقه. هو يعني وضع توفير الطاقه هو الديفولت بتاع عقل الانسان عموما اصلا، نتيجه طبعا مساله تطوريه عميقه. لكن الرجعيه الدينيه هي عموما بتستثمر في البدائي او فيما آه، هو اقرب للبدائيه، لانه الاساس العقل الحاكم عندنا عقل ماضي شبه جزيره العرب بالفعل الديني هو اقرب للبدائيه. عقل ماضي شبه جزيره العرب عقل الناس كانوا بدو في صحراء خلو من الحضاره، يعني حتى ما عندهمش نوع من التطور الحضاري كده. او الحضاره عموما شيء مصنوع بالجزء العقلاني من النفس وتشوف الانسان وتطلعه لحياه افضل وكده. يعني الانسان عاوز يعيش حياه فيها الم اقل، فيها رخاء اكتر، فيها عمر اطول كده يعني. انما الرجعيه لا، الرجعيه بتبقى هدفها انها تسيطر على الحياه وتفعل اكبر قدر من مفاهيمها وتصوراتها. يعني تقيم دوله البدايه وهي شغاله دلوقتي من تحت. والحسد اصلا منطقه متصادره محدش بيقرب منها اصلا. يعني هو التفكير العلمي كده ولا كده ضدها، وتقدم من الخرافات المفروض انها خرافات العالم البيئه يعني، او العالم اللي مستواها واقع يعني. لكن للاسف مع طغيان الرجعيه الدينيه اعلى المستويات بتعتقد في الحسد. يعني ممكن تلاقي على فكره عربيات اخر موديل ومعلقه شبشب كده في بوزها زي عربيات الكارو ما فرقوش. يعني شيء غريب يعني. وتلاقي مثلا لحد النهارده كان قريب يعني حتى لما يذبحوا خروف ولا لما يذبحوا بتاع تبص تلاقيهم خصوصا في الارياف يغرقوا ايديهم في الدم ويجوا حاطين ايه لاطعين خمسات كده على الابواب. طبعا دم ومعمول على الابواب طبعا. منظومه متكامله يعني. المنظومه الدينيه الرجعيه هو ارهابيه اصلا وقايمه على الغزو. احنا دايما عندنا غزوه بكره وفي الغزو هتقتل، فبيبقى في تطبيع مع الدم من خلال إيه، مواسم الذبح او موسم الذبح الاكبر في بالذات في عيد الاضحى. يجيبوا الاطفال ويعودوهم. يعني هي مساله تمارين، يعني تمارين على القتل، عمليه تطبيع مع الدم يعني. فالفكره متكامله مع باقي الافكار اللي هنا، فالموضوع يشتغل يعني. فيعني خرافه الحسد بتعمل الفكره ديت. يعني بدل انت مثلا افرض علاقتك مثلا بحد قريبك او بمراتك مثلا متاثره، بدل ما تقعد تبحث بشكل عقلاني اسباب الفشل ايه، ولا حد دخل بينكم ولا ايه الموضوع ده، لا يبقى الموضوع ايه عين وخلاص. بدل ما يبقى مشروعك فشل لاسباب معينه، لا ده عين. اتاخرت في حد حسدك، لا. يعني كده الانسان ما يراجعش نفسه، ما يتعلمش وما يتحملش مسؤوليه وما يطورش ادواته. وده مش بيشتغل لوحده، ما بيشتغل مع بقيه الحاجات. كل مفاهيم الرجعيه الدينيه بتعمل الفكره دي، بتتكامل عشان توصلك لفكره ان الانسان يبقى بايظ. هو بيبقى انسان الرجعيه فاسد. واي خير فيه زي ما اي خير في الواقع هو اساسه الحداثه، اساسه العلم، اساسه المعرفه المتطوره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. احنا بقول دايما وهقولها على طول، اي شر في حياتنا اساسه دين، وكل خير اساسه الحداثه. فالانسان الرجعيه الدينيه بالشكل ده طبعا لما يبقى معكوك للدرجه دي ومصدق في فكره الحسد دي، هيفضل واقف مكانه وما يتغيرش. ما الذنب براه. يعني هو محسود يا عيني، مش هو مثلا مقصر في الشيء الفلاني ولازم يغيره او كلام من ده. فالحسد في النهايه يعني علامه تخلف فكري وتخلف عقل. يعني انسان غير عقلاني وملطوط، مش طبيعي يعني. الايمان بالحسد مش بس مش فكره خرافه دينيه وخلاص، لا، ده هو مؤشر فعلا على بنيه عقليه بدائيه طفوليه. وتبقى بقى ايه عندها هذا التشكك والتوتر الانساني ده اللي موجود ما بين الناس المجتمع. يعني انت ما تروح تزور حد من قرايبك وبعدين يحصل اللمبه تتحرق، ياه ادم وحش. دين، ده تسلط الدين على الحياه. خلاص كده انت خايف اصلا تعبر عن فرحك وخايف تفرح معاه.
بل انت نفسك ممكن تخاف من التميز او اظهار التميز. ما انت ما هو خلاص بنيه الانسان الرجعيه بيبقى انسان. هو اصلا فكره انك تفرح مرفوضه رجعيه، ان الله لا يحب الفرحين. وبعدين فكره الفرح ديت مرتبطه بانه في حضاره وهنستريح بقى ورخاء. لا، احنا عندنا غزوه بكره يا باب، لازم تتوتر وتتحفز وتتملي دمك ادرينالين وتبقى جاهز يعني. تبقى اصلا لما تفرح، احنا لما بنفرح ونضحك نقول ايه؟ خير، اللهم اجعله خير. وكانه يعني فرحانين ازاي؟ احنا ناس عندنا غزوه بكره. لازم تخاف من الفرح، بل وتكره التميز وتشك في الاخر وترفض التفسير العلمي للحاجات وتحب بقى الحلول السحريه السهله يعني. فمجتمع يعني مؤمن بالحسد، هو طبعا هيبقى مش بس الحسد لوحده، بقيه بقى التصورات الرجعيه هيبقى طبعا مجتمع فاشل وفاسد، وصعب انه ينهض ويتغير. صعب يبقى فيه ثقه او تنتشر فيه فكره الفرح والبهجه، وصعب انه يتقدم. اذا كان في مصر بقايا خير، فهي يا اما بقايا مصر القديمه، يا اما اثر الحداثه الاوروبيه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. لكن المجتمع الحالي لا، ماشي في سكه انه ينهار نتيجه استسلامه لثقافه بول البعير واعلام الرجعيه الدينيه. ويبقى بقى طبعا انت عايش في حياتك طول الوقت بتشوف الموضوع الحسد ده. يعني ناس كتير جدا لا شايله الاحجبه او بتقول تعويذ، او ان هو بقى عنده تصور انه اي نوع من انواع النجاح مهدد بالعين وهو بيحاول يحصن نفسه. فالتحرر الحقيقي مش من الحسد بالظبط، ولكن من الخرافه العربيه القديمه نفسها، سواء بقى على المستوى الفردي او الجماعي يعني. ف إيه، احنا المفروض ناخد بالنا من موضوع الحسد ده كجزء من منظومه متكامله مهيمنه على حياتنا وبتخربها. فالمفروض انه الانسان الرجعيه الدينيه يتطور لانه يبقى انسان حداثه يعني. وطبعا في نسبه من الحداثه، بس هي الرجعيه هي الغالبه، وبكره اقرب للرجعيه من النهارده، لانه في هيمنه للرجعيه الدينيه. ده العنصر المهيمن على الواقع واللي بيصادر كل تفاصيل الحياه، عمال يزود في حياتنا كل شويه يضيف حاجه. والفكره بقى، فكره الحسد دي فكره شامله جدا، لانه ايه بقى؟ بص، يقول لك مثلا في المثل الشعبي: صاحب الجمل حسد صاحب الكتكوت. يعني ايه؟ احنا اتكلمنا عن البارانويا. هو فكره ان انا اظن ان عندي حاجه ممكن تتحسد، بتبقى قايمه على فكره انه انا حاجه يعني قريبه من فكره ان انا عظيم. ما هو ايه؟ ممكن يبقى عندك عيل يعني وتظن ان هو ثروه وبالتالي قابل للحسد يعني. او عندك شيء، توك توك، توك توك يعني انت ايه يعني؟ بس طبعا الواقع الانساني فيه تراتبيه، يعني لازم اذا كان عندك توك توك ففي انسان ما عندوش، يعني اللي عنده هو يا دوبك عجل او ما عندوش، فبرضه ممكن هتبقى قابل للحسد. يعني الجميع ممكن يحسد الجميع، يعني مهما كنت فقير هتلاقي اللي يحسدك، او ممكن يكون برضه اغنى منك او عنده اللي مش عندك وبرضه يحسدك. ومهما كنت ضعيف وعندك اللي هو يعني جلطه وماشي بالسكر والقلب ماشي بكيس العلاج، برضه ممكن تتحسد انك ماشي على رجل. وفي واحد تاني ما بيعرفش يمشي هيحسدك، او بيعرف يمشي برضه يحسدك على حاجه تانية، انك ما انتش اصلع مثلا. فهي ايه الفكره الفكره دي برضه فيها جزء من فكره البارانويا، انه انت نفسك كمحسود بتظن ان اللي عندك مهما قل يستحق الحسد، او يعني ايه يعني ايه يعني البعيد يعني جامد قوي يتحسد يعني. بتحاجي على حاجه هو يعني ممكن تكون مع يعني هو توك توك يعني، اقر عليك على ايه؟ بس هي برضه فعلا في الحقيقه انه بيبقى الاخر ايا ما كان ممكن يحسدك حسب التصور الرجعي، حتى ولو كان يعني عنده اللي مش عندك. فهي الليله كلها متكامله ولها طبعا اسس نص. احنا ما بنحبش نخوض في الحكايه دي قوي، علشان ما حدش يظن ان احنا يعني بيبقى عندنا او احنا مش دورنا ان احنا نتكلم في الدين اساسا، احنا بنتكلم في الحياه. وما دمت اقحمت حاجات دينيه على الحياه فاحنا بننقدها يعني. انت هتلاقي مثلا في تصور الخطاب الديني الرجعي حاليا بيتصور انه الحسد مذكور في القران، ويقول لك الحسد مذكور في القران.
وهو في الحقيقة الحسد فعلا مذكور في القرآن، بس هل لو انت عاوز يعني تتكلم من داخل المنظومة، ممكن جدا تفسر النصوص اللي بتتكلم عن الحسد على اساس انه موجود كشعور انساني. انسانيا وطبيعيا في ناس جدا كتير تشعر بالتنافس مع الاخرين او بالصراع معاه وتتمنى لها الشر او الاذى، ده موجود. يعني الانسان فيه فكره الحقد ديت موجوده. لكن احنا بنتكلم على ازاي بقى انك تطور دوت لفكره ان ده ممكن ياثر يعني. فلما تقول مثلا وان يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انهم لمجنون، حاجه كده في ايه في القران، ده مش لازم يكون معناه انه عينيهم هي اللي هتوقعك يعني خالص. او حتى المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق او من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا حسد، مش معنى كده انه التعوذ ده انه هناك شر يمكن ان ينشا من حسد الاخرين، لا. هو تعوذ من انه في ناس بتحقد وناس شريره او عندها النفس الحاقده دي. كويس. وبالتالي يبقى المعنى هنا انك انت تنقي نفسك من فكره الحقد. هو الحقد بيسمم النفس قبل ما يسمم الاخرين على فكره يعني. الكراهيه دي حاجه مدمره وشعور سلبي جدا وينبغي ان تحاصره اول باول. لكن انسان الرجعيه الدينيه اصلا بينشا على فكره انه الكراهيه ديت لازم يتطبع معاها، وانه بيعيش اصلا طول الوقت يكره. طول الوقت لما تيجي تحلل معظم مشاعر الانسان الرجعيه الدينيه هتلاقي اساسها الكراهيه والخوف طبعا، لان الكراهيه والخوف حاجتين في البنز. يعني الكراهيه والخوف دول عاملين زي التوأم كده، توأم ملتصق. فكره الحسد برضو في عنصر فيها مهم جدا خاص بما اسميه انا الاداره البؤيه للحياه. يعني انسان الرجعيه الدينيه بيبقى عنده تصور انه كلام الفم او البق ممكن ياثر في الواقع، سواء من خلال انه تقول دعاء مثلا فيوم ربنا يعني يستجيب لك، او فكلام، او كلام تحوش بيه الحسد، او كلام يؤدي للحسد. انك تقول لواحد مثلا يا اخي ده انت محظوظ قوي انه جالك عقد عمل بفلوس كتير، فاقوم وانت طبعا ممكن يكون ده مثلا في النت، مثلا انت مش ما شفتوش ما قابلتوش، بس هو ببقك، وبقك ده اثر جامد يعني، عارف كده. فهذا التصور انه هناك دور للفم في الاثر في الحياه مرتبط بالفكره اللي بقولها لك دلوقتي، وهي فكره طفوليه وساذجه. وهي مرتبط كمان بان هناك دور للتفكير او للفكره لوحدها كده في العقل، وان دي مقدمه على شروط الواقع، وبالتالي هي دي مرتبطه بالتصورات الساذجه عن الحياه. انه هناك لابد انه يبقى في نوع من انواع العقلنه لهذه التصورات المثاليه، انه الحياه ينبغي ان تكون عادله، او ان هناك عدل ينبغي ان يكون موجودا، وانه يترتب على ذلك انه ربنا سوف يقيم هذا العدل وهيجيب لي حقي وحاجات من دي. لا، الحياه ما هياش عادله، الحياه مليانه مشاكل، وانت كانسان عليك ان تكون شجاعا في مواجهه شروط الواقع، عليك ان تقبل هذه الشروط. واصلا هذه الشروط مليانه اشياء احنا ما نعرفش نمنطقها. يعني انت اتولدت اصلا ازاي؟ الاب والام التقوا، وكان ممكن جدا عوامل كتيره جدا تبعدهم عن بعض وما يتجوزوش اصلا، او كان ممكن في اجيال سابقه يحصل والله كان في حادثه خطيره جدا نجا منها الجد، فيعني ترتب على ذلك بص كميه ضخمه من الشروط في الواقع تؤدي الى وجودك اصلا. فانت على قد ما انت لازم تكون او مدرك لهذه الشروط، فانت لو نقمت عليها لانها ادت الى شرور كتير في حياتك، فبرضه لابد ان تكون ممتنا لها لانها ادت الى خيرات كتير في حياتك، بما في ذلك خير ان تكون موجودا ان رايت الوجود خيرا. فان رايت الوجود شرا فمعلش يعني قاعد ليه؟ فهي المساله مركبه. فعليك في تفكير الحداثه بقى ان تنظر للوجود على انه خير، وانك تحاول تحسن شروط هذا الوجود، وانك تكون مرتبط بيه كواقع له شروطه، وانك ما تستسلمش لاي معرفه زائفه تاتي من خارج هذا الواقع. مع الحداثه مع التفكير العلمي توصلنا الى مناهج البحث العلمي علشان خاطر نحاول بقدر المستطاع نكشف غموض
او غموضات او جوانب الغموض في الحياه. فالغامض والمجهول في حياتنا كتير، فاحنا اكتشفنا كتير منه، يعني كتير من الغامض والمجهول عرفناه، بس في كتير برضه لسه ما عرفناهوش. ما ينفعش بقى نسمح لحد انه يتاجر بهذا الغامض والمجهول. الرجعيه الدينيه هي اكبر تاجر الغامض والمجهول. فبتيجي متاجره بفكره انه الشر اللي بيحصل، وتيجي تشتغل عليه بقى، سواء انها تشعرك دايما بالذنب والتقصير، وتيجي تقول لك انه الغامض والمجهول ده حصل لك يا اما ابتلاء يا اما بلاء، يا اما ربنا بينتقم، يا اما ربنا بينعم عليك علشان خاطر يكافئك، وهكذا. اشكال التجاره بالغامض والمجهول، بص الرجعيه الدينيه عباره عن تاجر بالغامض والمجهول من الاخر، يعني كليه كده، بكذا ناحيه. وهي برضو الرجعيه الدينيه على بعضها عباره عن إيه تشكلات للخوف والكراهيه. تصنع من الخوف والكراهيه، الخوف من الغامض والمجهول، والكراهيه كاساس العلاقات الانسانيه، كراهيه الاخر المختلف، كراهيه الفن، كراهيه المراه، كراهيه الحياه، كراهيه الراحه، كراهيه الضحك، كراهيه الفرح، كراهيه البهجه، وهكذا. طبعا بالبق ممكن يقول لك ايه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حنظله ساعه وساعه روحوا عن القلوب فانها تمل. ما هي بقول لك الرجعيه قادره دايما على انها تجيب لك نصوص فيها تناقض، لكن الواقع هو ما تراه امام عينك، واي خير فيه هو فلت بس من اثر الرجعيه الدينيه نتيجه الحداثه، نتيجه الطبيعه الانسانيه اللي فيها رغبه في الحياه، ورغبه في ان احنا نكون افضل. الرجعيه دايما بتجيب لك اوامر ضد الحياه او ضد طبيعتك، رغم التشدق بفكره الفطره. فتبص تلاقي مثلا عاوزك تموت، عاوزك تتعب، عاوزك تنتحر، عاوزك تحارب، عاوزك تروح غزوه بكره اللي فيها احتمال انك تموت، وتبقى مقبل وتحب الموت كما يحب الانسان الطبيعي الحياه. هي دي الرجعيه. فتسلط المنظومه ديت على العقل بمجملها تخرب العقل، وبالتالي تخرب الحياه، وبالضروره تخرب العلاقات الانسانيه. يعني عارف انت لو ما فيش فكره الحسد في الواقع الرجعي، فاكيد كفايه جدا بقيه منظومه الرجعيه الدينيه عشان تفسد العلاقات الانسانيه، بمجرد ما يبقاش في منطق انك انت تيجي ما تقيس علاقتك بالاخر من خلال ما تراه مباشره منه. انت ممكن تلاقي مثلا زوج وزوجه زي الفل، بس هي متسلط على الها مجموعه تصورات دينيه رجعيه عربيه قديمه، انه مثلا ما بيصليش كويس او لازم يصلي، ما ينفعش بقى. تبص تلاقي حياته متسممه وباظت علشان خاطر هي شايفه انه لازم يعمل حاجه، وهي شايفه ان هي متسلطه عليه. مش مثلا هي مثلا واخده المنظومه الدينيه الرجعيه باعتبارها دين فتتلهي في نفسها وخلاص، لا، تمد سلطانها للاخرين، وتبدا تكره الاخرين وتقيمهم بناء على الفكره اللي هنا، مش بناء على اللي شايفاها منه. يعني ممكن يبقى انسان جيد جدا وممتاز جدا معاها وكل حاجه، مش بتقيم علاقتها بيه من خلال ما تراه في الواقع. لان العقل الرجعي بيبقى عقل مثالي طفولي، بيقيس على مقاس المثل الاعلى بتاع ماضي شبه جزيره العرب، مش على ما يراه قدامه في الواقع. فهتلاقي كتير جدا من العلاقات الانسانيه بايظه على هذا الاساس، مش على اساس اللي انا شايفه من اللي قدامي، لا لا لا، على اساس المقاس اللي موجود هنا، المعيار المزوره اللي محطوطه هنا. وبالتالي يبقى ده وده طبعا مش بيبقى مثلا قايم على المنطق العقلاني، لا، بيبقى قايم على المزوره بول البعيد. ثقافه ماضي شبه جزيره العرب، عقل ماضي شبه جزيره العرب هو اللي بيقيس، هو اللي يقول بقى ده كويس ولا ده وحش. وحتى لو شروط الواقع وانا قدام عينيا وشخص زي الفل، بس لا، انا متسلط على دماغي شويه حاجات تخليني اقول على ده كويس ولا ده وحش، وبالتالي برضو العلاقات تسمم وتبوظ. بعد ما يعني عملنا هذا هذا التقديم لفكره الحسد وازاي هي بتسمم العلاقات الانسانيه، انا ممكن جايب لك يعني على الماشي كده شويه حاجات تؤيد ما نقوله. اتفضل بص كده معايا. ده بقى واحد من الناس، هم كتير جدا. انا خش اعمل بس اكتب كده في جوجل الحسد، وشوف بقى في المنتجات الرجعيه للحسد، يعني كتير جدا. يعني انا ما اعرفش الشخص، مش مهم يعني اعرفه، بس في مقطع كده مسببات الحسد وطرق الوقايه. ما تقولش طرق الوقايه من الاصابه بالبلهارسيا. يعني كانها شيء مادي ملموس، وهنتكلم بقى. طيب، هل بقى ده يتاتى عن طريق الدراسه العلميه مثلا الموضوعيه؟ لا لا لا، كله هراءات، كله من هنا
اللي هو ايه؟ معكوك بالبعير. المخ، مخ انسان الرجعيه الدينيه يعوم في بحر من بين البعير. هو تشريحيا على فكره المخ محاط او عايم كده، هو حبل الشوكي تقريبا يعني، في طبقه كده في حاجه اسمها ايه؟ السائل النخاعي، سي اس اف، سيريبرو سباينال فلويد. لكن في الحقيقه لما تيجي تبص في انسان الرجعيه هتلاقي ده ابو البعير. عاوز اقول لك، لو انت بتحلم احلام حلوه، او الحلم اللي انت بتشوفه في المنام بيتحقق ويحصل في الواقع زي ما على فكره فكره الاحلام دي برضو ما هو كله مستلب بيه. فكره الاحلام وتفسيرها والكلام ده طبعا في التصورات الخرافيه الرجعيه. انسان الرجعيه الدينيه عنده تصور ان فكره الاحلام دي فكره خلصانه. اصلا الرجعيه ما بتسيبش يا بيه، مش سايبه شيء ابدا للعلم وللعقل وللانسانيه خالص، كله مستلب حتى الاحلام. فهو بيقول لك ايه بقى؟ لا، احلامك بقى. انت شفته بالظبط، يبقى ما تقولش ولا تحكي. مثلا شعرك طويل وكثيف، ما حبكتش انك انت تسرحيه قدام الناس، سرحيه بينك وبين نفسك يا ستي. بتحب الاكله او الطبخه الحلوه، خليها بينك وبين روحك، ما تتكلمش قدام مخلوق. وهكذا. بص، لازم تكون عارف ان اول ذنب حصل في السماء كان الحسد، لما ابليس حسد سيدنا. شوف احنا دلوقتي عندنا هو معلوم او معرفه. شوف المعرفه، المعرفه ديت اصلا جايه منين؟ شوف المعرفه، ما هو يعني انا قلت لك انه المعرفه مرتبطه بالقيم، يعني حاجات بتجيب بعضها. يعني انسان الرجعيه الدينيه عنده منظومه معرفيه دينيه رجعيه ليس لها اساس. المفروض انها تحصر في دور العباده، ضمن فكره، او يقتصر فكره دور العباده على معتقدات غيبيه، يبقى مدرك انها غيبيه وانها روحانيه وان ملهاش اساس، وانه لا ينبغي ان ادير الحياه من خلالها. وشويه طقوس، تبقى عارف برضو انها طقوس. اي دين فيه شويه طقوس وحبرشات وبتاع وحركات، مفيش مشكله، يعني بتريحك نفسيا وخلاص، تساعدك وتعينك على مواجهه الحياه. لكن انت بقى تجيبها عشان تدير بيها الحياه، يبقى خد بقى اشرب بقى. شوف بقى ايه معرفه، بيقول لك ان والله الحسد ده هو اول حاجه ادت الى مش عارف ايه في الحياه، ادم على مكانته وقيمته عند ربنا سبحانه وتعالى. وبرضه اللي هو فكره قابيل وهابيل. دي معرفه جزء منها تاريخي، وحتى ممكن يكون منها جزء على فكره بدايه الخلق وانه ادم وكده، غير ما تقول به نظريه التطور خالص، اللي هي ليها اساس علمي ودليل، 1000 مليون دليل علمي. عايز تنقدها او تغيرها يبقى بقى من خلال برضو ايه؟ العلم. لكن هي طبعا الانسانه الرجعيه قايمه على تصورات كلها زائفه، معرفه زائفه تنتج واقع فاسد. أول ذنب حصل في الأرض كان ايوه. الحسد، لما أخ حسد أخوه واشتهى زوجته اللي كان هيتجوزها. وهكذا. شوف يا صديقي، أنت ممكن تحسد نفسك وممكن غيرك يحسدك. شوف حتى علاقتك بنفسك انت ممكن تحسد نفسك. شوف الحكايه. انت ممكن مثلا قصه زي كده تبقى لذيذه لبرا عشان انت ما تحسدش الاخرين وانت ما تمتلئش بالحقد. الحقد ده نار ممكن تاكلك انت، وهي ايه؟ طريقه او رد فعل سلبي، ورد فعل بدائي، ورد فعل ساذج، ورد فعل مدمر للذات، ويقعدك انت عن انك تحسن نفسك او تنظر الى ذاتك. بدل ما توجه الطاقه نتيجه لكراهيه الاخرين، وجه الطاقه الى تحسين ذاتك والارتقاء بها من اجل ان تكون افضل كده. لا، هو الفكره قايمه على انه يجيب بقى الموضوع ده من البعد اللي ممكن يبقى رمزي او ايجابي، الى بعد انه والله ايه؟ الحسد ده مساله كده، مسببات الحسد ده وايه طرق الوقايه تقول بقى. أحسد نفسي إزاي يعني؟ أقول لك إنك تمسك تليفونك وما تقولش ما شاء الله، تدخل بيتك. ايوه، جزء، ما هو السيستم متكامل. يلا بقى نملى الحياه بتعبيرات والفاظ ماضي شبه جزيره العرب باسم انه ايه؟ قال الله قال الرسول. اه وما تقولش ما شاء الله، تقعد مع أسرتك وما تقولش ما شاء انت بتلاقي كلمه ما شاء الله وان شاء الله دي على فكره كوسواس قهري برضه. المنظومه الرجعيه احنا اتكلمنا وهنتكلم يعني ازاي الرجعيه الدينيه عباره عن منظومه متكامله من الايه؟ الانحرافات العقليه. تلاقي الفصاميه والتناقض، قلنا الفصاميه، او هنقول منها اكتر برضه تاني. تلاقي الاكتئابيه برضه، الرجعيه الدينيه مميزه بالاكتئاب، فيها جانب اكتئابي كبير جدا. وهتلاقي فيها البايبولر يعني برضه مع الاكتئاب فيه جزء فيها هوس، وفي جزء وسواسي. الهوس غير الوسواس. ها، الوسواس حاجه تانية مختلفه عن فكره الهوس، الناس بتخلط بينهم ساعات. بس يعني مش موضوعنا. المهم يعني الرجعيه الدينيه فيها كم هائل من اساليب الدفاع النفسي، ديفنس ميكانيزمز، وكم هائل من الانحرافات العقليه.
وفيها البارانويا طبعا برضه. فهنا زي ما انت شايف الموضوع واضح، واحنا هنتكلم في الحكايه ديت فيما بعد لازم بالضروري يعني. الله تنام على فرشتك. ففكره بقى انك تفضل تقول ان شاء الله ما شاء الله ده وسواس، وسواس قهري تقريبا. ما تعرف انت اصلا بقى جزء من الطبع. احنا عندنا تعبيريا مجموعه من التعبيرات لا يمكن ابدا تعرف تتكلم من غيرهم. 1400 سنه سيطره بيها على العقل والحياه، فطبيعي يعني. زي ان شاء الله الدعاء، كل حاجه من خلال الدعاء. والله كل كلمه والتانيه لازم الله 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 24 ساعه الله 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 طول كل الكلام، كانه يعني النقط اللي بين علامات الترقيم بين الكلام. وكان ممكن ده يبقى عادي لو كان الدنيا ما في عادي، بس دلوقتي انت في واقع مليان اقحام للدين عليه، وبالتالي اقحام لعقل ماضي شبه جزيره العرب المحمل على المقدس. يعني الدين بيبقى طريقه او وسيله او قناع لانه دوله البداوه تظل متحكمه وقائمه في الحياه. وطبعا الموضوع بينتهي الى تخريب الحياه او تخريب الدوله الوطنيه الحديثه، والموضوع لازم هينتهي اكيد للفوضى الدمويه. الموضوع مش مجرد مثلا فكره واحد بيحسد واحد عشان خاطر جاب عربيه جديده ولا لابس بجاكيت نظيف، لا، ده تخريب يا بيه. انا اللي انا بقوله ده فكره ان لما تلاقي واحد عمال يقول الوعي بقى، لما تلاقي واحد عمال يقول كل شيء ان شاء الله ما شاء الله، يبقى عارف دي نظر الخراب. يعني ده جزء من منظومه متكامله تؤدي بالضروره لما انتهت اليه سوريا، مفيش كلام. هناك طبعا الموضوع خد الشكل الطائفي، الرجعيه بتشتغل حسب ظروف في كل مكان. فما انتهت اليه سوريا، ما انتهى اليه السودان، ما انتهت اليه ليبيا، ما انتهت اليه اليمن، هو ما سوف ننتهي اليه ما دمنا ماشيين في ذات نفس الطريق. اللي يعني مقومنا شويه عندنا تجربه مع الحداثه، عملت جيش وطني شويه قريب من الجيش اللي بيقوم على اسس الحداثه. الجيوش اللي بتقوم على اسس الرجعيه الطائفيه بقى والبتاع بتبوظ طبعا لان مش حقيقيه. وهكذا اي شيء خير في حياتك اساسه الحداثه، واي شر اساسه ديني. واضح الكلام. كل خير في حياتنا اساسه الحداثه، كل شر في حياتنا اساسه دين. الدين يبقى دين يبقى فين؟ في الجامع. احنا بنقول كلمه دين وديني بس لان ده خطا شائع، يعني لو احنا قدام احتلال بعقل ماضي شبه جزيره العرب، احتلال سياسي او ايديولوجي سياسي، وعامل احتلال عقلي. هو كان احتلال في الارض، وكان في فعلا سلطه دينيه رسمي، يعني السلطه معبره عن هذا الاحتلال بشكل رسمي. زالت بقى 1400 سنه وتغيرت علينا قوة كثيرة لحد ما جت دولة الحداثة في العصر الحديث. لكن دولة البداوة مصرة على استعادة هذه الدولة بتخريبها، تخريب الدولة واستلابها. بيحاولوا بقدر المستطاع. فاللي انت شايفه ده مش حاجة يعني كده. يعني انا لما بشوف الفيديوهات اللي زي كده بقلق جدا، لا خصوصا لما تلاقيها منتشرة كده. معنى كده ايه؟ احنا رايحين فين يا بيه؟ يعني اعمل بقى زي ما قلت لك كده، اعمل بحث، اكتب كده في جوجل، في فيسبوك، اي حاجه في النت، اي منصه من منصات النت، اكتب كده الحسد، الاعمال او مسببات الحسد، علاج الحسد، هتغرق. انا جايب عينات بس. فالزبون ده بيقول لك بقى ايه الحسد؟ انك ما بتقولش ان شاء الله. لما تشوف في موبايلك كده ما تقولش ان شاء الله ما شاء الله، يبقى كده هتحسد الموبايل. مش لما يبوظ مثلا يبقى في عيب في التصنيع يبقى موبايل ماركه وحشه اتعلم من اخطائي. لا، انا قريت عليه بس كده. وما تقولش ما شاء الله. وممكن غيرك يحسدك، تقول لي يحسدني ازاي؟ اقول لك انك ما تخليهوش يقول اللهم بارك او ما شاء الله على النعمه اللي عندك. اللهم بارك، اللهم بارك دي كلمه جديده اصلا، ما خليت بيبقى في خنفانه كده بتتقال كده في الموضوع. اللهم بارك. طب خلاص الكلمه اتحطت في اللسان المصري. بص قدامك مثلا 200 سنه على ما تطلع، اذا طلعت كل شويه عمالين يعربنوا في اللسان. التعبيرات العربيه كل شويه موجوده، كل شويه عمال يضيفوا اليه. سيستم متكامل ياخذنا الى الجحيم. يعني هويه لما اسالك هياخدنا مثلا فكره ان احنا نتكلم زي قريش من 1400 سنه وخلاص؟ لا يا حبيبي، لا يا بابا. ده هي سيستم متكامل كده، قيمي ومعرفي ووجداني ولغوي، وبيشتغلوا بالتوازي مع بعض. سيستم متكامل لاختطاف الحياه من اجل الوصول لدوله البداوه. مش هنوصل لدوله، مش هينفع. دوله البداوه لا يمكنها ان تكون موجوده دلوقتي. لازم يا هتبقى يا ايران يا افغانستان يا سوريا يا السودان كده بكتير، يعني بكتير، وتبقى زي
ايران او افغانستان، اذا كنت يعجبك يعني النموذج ده. بس هو انسان الرجعيه نفسه لما بيجي يهاجر ما بيهاجرش لافغانستان ولا ايران، بيهاجر على طول على سويسرا والدنمارك، وبرضه يروح ينشر الرجعيه هناك. سيستم تخريبي شامل يشمل البشريه بحالها. طبعا شرحنا حاجات دي كتير، بس خلينا نكمل مع الزبون ده نشوف بيقول ايه. يعني بيشوف حاجة عندك، أو مثلا بتكلمه على تليفون جديد هتجيبه، أو على شغلك، فيقول لك إيه ده كله؟ قول له قول ما شاء الله، قول اللهم بارك، علشان خاطر ما يحسدكش، لأن العين ممكن تفسد عليك متعتك بالأمور يبقى نقول اللهم بارك. وتحول النعمة لنقمة، وتخليك غرقان في الهم والغم والنكد بدل ما كنت مبسوط. والواقع اللي شوف انت بقى، قول ولا هتؤثر في الواقع. يعني الاداره البقيه للحياه اساسيه في هي الرجعيه دي منظومه كلام. يعني عشان كده لما القسيمي قال العرب ظاهره صوتيه، هو مش بيقول كده يعني، لا هو قصده انه البغبغه البقيقي دي ده موضوع الرطانه بقى واستغاله الناس عن طريق اللغه ديت اساسيه في الرجعيه الدينيه. عايش فيه ممكن يكون حلم بالنسبة لغيرك، قول. لكنك لما هتقول ما شاء الله الموبايل مش هيجرى له حاجه، فانت طبعا ايه هي الفئه يعني سيستم غريب جدا. دلوقتي انت قلت ما شاء الله، هو في احتمال وارد انه الموبايل يبوظ، مش كده؟ وارد. طب انت قلت وباظ، عادي مش هيحصل حاجه، ما بتنسى، بتيجي بيبقى اي حد تاني هو اللي نقى عليه برضه، او والله ده فعلا في غلطه او في عيب في التصنيع او بتاع، او وقع منك خلاص يبقى انت اي حاجه تانية اي سبب عادي مش هيجرى حاجه. بس لو قلت ما شاء الله وما حصلوش حاجه يبقى ما شاء الله هي الحماته بقى. يعني هو ايه، السيستم شغال على كله، سيستم باقي غريب جدا، وهو مش هيشتغل الا عشان عقل بايظ مش عارف تمسكه يا اخي. يعني ملوش ماسكه. يعني هو قادر انه يتكيف مع اي ظرف. يعني انت قلت ما شاء الله وكسر الموبايل برده ما فيش مشكله، هتلاقي له اي سكه ثانيه عشان تمرره من خلال السيستم. لان هو السيستم ده لابد ان يبقى ويتفرض بالعافيه، ولما حد يتكلم ضده طبعا يبقى شرير وفاسد، هنغتاله معنويا ان ما قدرناش نغتاله ماديا. اتفضل. مش قادر تميزه سواء كان حلم ولا كابوس، وده لانك محسود. يبقى تعمل ايه؟ تقول ما شاء الله على النعم اللي عندك، وتخلي غيرك يقول اللهم بارك، وتحصن نفسك بالاذكار، وفي نفس الوقت ما تتكلمش ولا تحكي على الخير اللي معاك بشكل مبالغ فيه. ده انا جايب، ده انا عامل، ده انا مسوي، ده انا مودي، لحد لما حد ينقحك عين ينيمك ويجيبك في الارض بعيد. انت ممكن مثلا عن طريق الحداثه بالتفكير العقلاني تقول انه مش جيد انك تعمل نوع من التفاخر امام الاخرين او كده، مراعاه لمشاعرهم اذا كان ما عندهمش الشيء اللي عندك كده، يعني بشكل عقلاني ومحترم وشكل قايم على مراعاه شعور الاخرين والكده. لا بس الرجعيه الدينيه بتخش دايما لان هي سيستم جاهز في اعداد مسبق للعقل علشان يصادر اي ظرف او اي شرط. تجربه تاريخيه ضخمه عندها القدره عندها على التواجد في اي تفصيله من تفاصيل الحياه. احنا كنا فين؟ عاوز اقول لك، لو انت بتحكي الغم والنكد بدل ما كنت مبسوط، والواقع اللي انت عايش فيه ممكن يكون حلم بالنسبة لغيرك، لكنك مش قادر تميزه سواء كان حلم ولا كابوس، وده لانك محسود. يبقى تعمل ايه؟ تقول ما شاء الله على النعم اللي عندك، وتخلي غيرك يقول اللهم بارك، وتحصن نفسك بالاذكار، وفي نفس الوقت ما تتكلمش ولا تحكي على الخير اللي معاك بشكل مبالغ فيه. ده انا جايب، ده انا عامل، ده انا مسوي، ده انا مودي، لحد لما حد ينقحك عين ينيمك ويجيبك في الارض بعيد الشر عنك. وربك ما يبدلش عليك حال غير لأحسنه. فتعلم وعلم غيرك، علشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك أجر وثواب قد الثواب اللي هيعود عليه، وده لأن الدال على الخير كفاعله. وأخيرا، لو فيديوهاتي أوقات بتظهر لك وأوقات لأ، فأنا اسمي أحمد أيمن، دور عليا لو جيت على بالك، ويشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات. سلام عليكم. يا حنين. طبعا كل الناس حسنه النيه، الراجل حسن النيه فعلا يعني. بس هو البشريه الرجعيه، انا قصدت اجيب الناس يعني قبل ما اخش على واحد مثلا اعلام الرجعيه ممكن اجيب لك واحد بعد شويه، بس دي نماذج يعني ناس طبيعيه يعني عاديه، يعني مش يعني هو ده الديفولت بتاعنا. ما هي علامات الحسد الشديد؟ انا بقى جايب ايه مؤثرات بقى صوتيه بقى الزبون ده. أولا العصبية على أتفه الأسباب وظهور تقرحات على الجلد شوف دخل بقى دخل الدكتور يا اخواتي، بيقول اعراض اهو. وحبوب وتساقط الشعر بكثرة
وثقل الأكتاف والتثاؤب أثناء الصلاة. طبعا بيقول شويه اعراض تحصل اي حد ممكن يحصل له حاجات من اعراض المفروض ان هي تبحث بشكل علمي طبي عقلاني. اذا كانت اعراض جسميه، واحد عنده تقل في كتفه اكيد ممكن جدا عنده ضعف عضل، قله حركه، بينام بشكل مش طبيعي او بينام في اوضاع مش جيده، بيشيل احمال ملهاش او عمل مجهود زياده عن الطبيعي اكتر من اللي عضلاته تحتمله، نقوم نوجهه يعمل علاج طبيعي او يعني كده. ده التفكير العقلاني. لا، نعمل بقى ايه؟ خش بقى في الزبون يقول لك ايه؟ مصحوب بدموع. أما العلاج منه فهو أن تضع يدك على رأسك وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه، بص بقى دي بقى ايه الرجعيه؟ بتعمل المشكله وبعدين تقدم هي الحل. واخد بالك؟ الفاتحة 7 مرات. أيوة. وآية الكرسي 7 مرات. 7 مرات. قلت التسبيح ده مهم جدا. وأواخر سورة البقرة من أول آمن الرسول. اشمعنى؟ ما تفهمش ايه الرجعيه دي؟ خطاب الدين الرجعي ما تلاقي بقى ايه في المنطقه دي. على فكره انا جاي بقول لك عينات يعني، انما المنطقه دي بتشغي بقى شغل يعني. 7 مرات. وأن تقرأ المعوذتين 7 مرات. وانتظر العافية إن شاء الله. شفانا الله وإياكم من كل مرض وحسد. ايوه، ربنا يشفي البعير ويضر. ده الزبون ده برضه ده بقى ايه؟ عامل لك علامات البيت. ما جبتش بقى الفيديو بتاعه، بس هو بقى علامات البيت المحسوب. يقول لك تكتر فيه الحشرات والكهرباء تقطع كل شويه ومش عارف تكتر فيه الايه. جايب لك حاجات المفروض برضه لو حصل انها موجوده في اي بيت، يجيب لك شويه حاجات من اللي بتحصل في بيوت كتير. لا، ساعات ممكن تلاقي في نمل في البيت او في صراصير او في بتاع. لا، شوف بقى، تبحث، تكلم الشركه الالمانيه مش الشركه البحريه او الشركه الرجعيه، مش هتجيب حنظله وعنبسه انما انا عايز اقول لك انه في تنويعات كتير على فكره الحسد. هو البيت بيتحسد، والعربيه بتتحسد، وكله بيتحسد، الهدوم بتتحسد، كله. وانت نفسك بتحسد نفسك، بتحسد الاخرين، وده حاجه مرر ومفيش. بول البعير واصل لكل حته، كل تفصيله في حياتك. نفس الكلام اللي قاله لك كان من علامات الحسد الشديد. احذر تتجاهلها طبعا. يعني اوعى تساقط الشعر، مش عارف ايه الشعر ماله يعني في الرجعيه الدينيه يظهر انها شعريه او شعريه، عشان تبقى الشعر بقى في الستات في الحجاب، وبرضه الشعر هنا يعني عامل شغل اهو. طبعا هتلاقي كتير جدا من في السيستم في الرجعيه في حديث منسوب للرسول عن انه مش عارف شعر وحط فين وتلف عليه وتحط في بير وحاجات من دي يعني. تساقط التثاؤب الشديد مصحوب بدموع اثناء الصلاه. هتلاقي حد ما نامش يعني، نمشي كويس. العصبيه الزايده على اتفه الاسباب وابسطها. البقاء في المنزل بشكل متكرر وعدم الخروج، عدم القدره على التركيز وتؤليف في الاكتاف، الكسل والخمول. ممكن تكون دي اعراض اكتئاب على فكره. بس طبعا برضو عشان تقول كلمه اكتئاب دي كلمه، ده ترم يعني فكره له معايير عشان تشخص حد ان عنده اكتئاب، ما هياش كلام كده يعني. اذا كيف تتخلص من هذه الاعراض؟ دكتور يا اخوتي، اعطيتك 4 اشياء باذن الله تجد الراحه. المداومه على اذكار الصباح والمساء. ايوه يا سيدي، اديها. قراءه القران يوميا، وخاصه سوره البقره. بقول لك اللسان بيتظبط شويه بشويه. احنا ماشيين في تايم لاين، على تايم لاين التاريخ. دوله البداوه في كافه التفاصيل بيتم تحقيقها في الواقع. الالتزام بالرقيه الشرعيه، اجتناب الحديث. طبعا في حاجه اسمها رقيه شرعيه ما قلتلكش انا بقى. اجتناب الحديث عن نفسك وعن اعمالك اليوميه، لان احدى اسباب الحسد اللائم لم تكن اولها. اذا وصلت الى هنا ذكر بها غيرك. ماشي. قلنا ده فيديو بقى ايه لاحد اعلام الرجعيه، شيخ عمه. اتفضل شوف بقول لك ايه. انتبه، العين حق، العين حق. فانت يوميا خلي بالك من اذكار الصباح والمساء. ويعني الزبون ده مش عارف اسمه رمضان عبد الرازق ولا ايه؟ يعني اكتر رقيه موجزه صباحا ومساء. امسك جبينك كده، حط ايدك على جبينك. ايوه، قول يا مولانا. واقرا الفاتحه، ايه الكرسي، خواتيم سوره البقره، كل واحده اشمعنى؟ الدكتور بيكتب له شته يا اخواتي. مره. قل هو الله احد 3 مرات، قل اعوذ برب الفلق 3 مرات، قل اعوذ برب الناس 3 مرات. انتبه، ولا يخلو جسد من حسد. ما تعرفش ازاي؟ اشمعنى؟ شوف، لا يخلو لكن جسد. الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يا سيدي، الناس دي بتشوف شغلانه يا عم شريفه يا عم.
ده الكلام اللي انت بتقوله ده. ولا يتكلم الحساد إلا على من ساد وإن ربك لبالمرصاد. يا سيدي على الرطانه، شوف الكلام، شوف الرصه. الرطانه دي مهمه جدا، فكره انه بيقول الكلام سجع كده وفي بتاع كده واد واد واد. اسمع اسمع اسمع، بص. انتبه، العين حق. ليه؟ ولا يتكلم الحساد إلا على من ساد وإن ربك لبالمرصاد. يا حبيبي، انا عاوز اعتذر اذا حصل واي فيديو من دول اتشال. بيجي يوتيوب باعت لي قال لي ده كده، انا ما بحبش اسيب حاجه كده طالما عليها اعتراض. فاذا حصل ولقيت حاجه كده بتقطع، غالبا يوتيوب برضو اعترض ولا حاجه، مش اشكال يعني. والزبون ده برضه اشتغل بتاع قطايف. انا مش عارف هيعمل لنا ايه في رمضان السنه دي. هيعمل لنا كنافه بقى، كنافه ببول البعيد. يعني بدل ما تحط عليها عسل ولا سكر كده بتاع، تحط عليها بول البعيد. وشتة الحسن الزبون ده. طبعا اللي مش عارف ده سامح حسين، الممثل اللي قلب داعيه رمضان اللي فات. اكيد مجهز لنا السنه دي قطايف ايه. هو خلاص بقى مشى في سكه الدعوه لدوله البداوه. ده تدوينه يعني. وانت اظن ان الحسد مش حاسد، بص دمار شامل مش سايب لك حاجه. ان الحسد لا يكون الا على المال او النعمه الظاهره، ثم فهمت ان النفوس تختلف. فقد يحسد الانسان على راحه باله، وعلى عافيته، وعلى طمانينته، حتى على اشياء لم يهنأ بها. ليس لان رزقه اعظم، ولكن لان بعض القلوب لا تحتمل ان ترى نعمه عند غيرها. والحقيقه ان العله ليست في الرزق، بل في قلوب لم ترضى بقضاء الله ولم تشكر نعمه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. شوف يعني فكر، شوف الكلام دمار شامل بقول لك، مش سايبين تفصيل. حسد اليوم لم يعد عن المال، بل على حضورك، شخصيتك، الاكونت بتاعك في الفيسبوك، الطاقة التي تسبقك. كيف يحبك الناس ويدعمونك على قيادتك الطبيعية؟ أشياء لا تشترى ولا تقلد مهما كثر المال. مفيش فايدة إن هو ما يحسد المال إلا أصحابه. خاف من العين فأخفى نفسه. دي بقى يعني الحقيقة دي تدوينة إيجابية يعني. قلت برضو أجيبها يعني. وهي صفحة اسمها، أو يعني بعنوان الجانب النفسي، بتقول لك إنه الإنسان يعني إنسان الرجعية الدينية خاف من عين فأخفى نفسه، وخاف من حسد فابتعد عن الناس، خاف من عين فحرم نفسه من الفرح، وخاف من الحسد فشك في كل مدح. وطبعا كل امتداح ممكن يبقى بيقر يعني. وتوقف عن عيشها. خاف من العين فأنكر نعمته. ما هو انت حتى حاجتك الشخصية انت ممكن تقر عليها، فانت هتخاف برضه. انا بقول لك يعني من اكتر الحاجات او من اوائل الحاجات اللي بيفسدها تسلط العقل الراجع على العقل والحياة، هي علاقة الانسان بنفسه. حتى الاشيائك يعني، او النعمة اللي عندك ممكن انت تحسدها. لم تعد المشكلة عينا ولا حسدا، بل خوف تضخم حتى سرق حياته بهدوء، وهذا ليس وعيا، ده رجعية يا بيه، بل قلق مرضي يحتاج إلى فهم لا إلى مزيد من الانسحاب. طبعا يعني مفيش حد بيواجه الموضوع ده بصراحة ووضوح ومباشرة، وغالبا الناس بتلف وتدور. لا إما هي مش مدركة، لا إما في خوف من إنها تقول والله إنه الرجعية الدينية هي السبب والأصل والأساس. علاج الحسد بإذن الله، طبعا احنا يعني قدمنا بعض من الحاجات دي يعني. تاخد شكل روحانيات بقى. ايه العلاج الحسد دي؟ يقول قلت لك الرجاء بتجيب المشكله وبتقدم الحل من عندياتها برضه. طبعا إيه اعلام ماضي شبه جزيره العرب ما اكثرهم، كل واحد بيخترع بقى من عنده الروشته بتاعته زي الدكاتره كده. ابن جبير رحمه الله تعالى يقول لك ايه: من كان به عين ولم يعرف من الذي اصابه، من كان به حسد ولم يذهب عنه، من كان به سحر ولم يفك سحره، الوصفه الناجحه. قول يا سيدي: الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، أول 5 آيات من سورة البقرة 7 مرات، خواتيم البقرة 7 مرات، سورة الكافرون 7 مرات، سورة الإخلاص 7 مرات، سورة الفلق 7 مرات، سورة فيشرب منه ويرش به جسده حتى ينتهي ماءه ولا يبقى منه شيء. مية مقرية يعني. يفعل ذلك في الصباح بقراءة مستقلة، وفي الظهر 3 مرات كل 6 ساعات.
في لبوس وسفوف وحقن. وفي الظهر يحضر ويفعل ذلك أيضا في المغرب، يحضر إناء يقرأ فيه فيشرب ويرش به الجسد 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام متوالية. علمنا بأن كل يوم يحضر ماء جديد يقرأ فيه من جديد، يشرب منه ويرش، يفعل ذلك باليقين أن الله هو الشافي. فمن كان به عين خرجت من جسده، ومن كان به حسد ذهب حسده، ومن كان به سحر. يعني هيحصل لك، بص بقى، انت اذا حصل لك وبشروط الواقع ومن ضمن كده خفيت او المشكله اتحلت لوحديها، يبقى اللي احنا عملناه. ما هو طالما انت قاعد طول الوقت بتعمل، ففي نسبه من الشرور بتروح لوحديها اصلا طبقا لشروط الواقع. ما اي حد بيخف يعني. فنبقى الرقيه هي اللي عملت. ما هي الرجعيه لما بتغرق الحياه بالتصور القبلي للتفسير، فخلاص هي حاضره في كل حاجه. ويقول لك نظام زئبقي خطير، خطير فعلا. مفيش حل مع الموضوع ده ابدا الا بالحسم بانه ينبغي ابعاد الدين عن الحياه كاداره ليه. الدين ليس لاداره الحياه، او ما يقال له دين يعني ليس لاداره الحياه. خطاب الدين الرجعي ينبغي ان يتراجع الى الحقيقه، او انه يعترف بانه دين بالمعنى الحداثي، وهو معتقدات غيبيه لا اساس لها، ومعروف انها مش تجريبيه، مش علميه، مش مرتبطه بالواقع، وشويه طقوس برضه معروف انها غير علميه. وانتهينا وخلاص. لكن لا، رجعيه لا تكتفي ابدا بانها يعني تبقى تقصر الفكره الغيبيه ديت على دور العباده. لا، هي ينبغي ان تتسلط على الحياه وتلتئمها. وشوف بقى امور واصله، انا قلت لك انها وصلت لمستويات عليا. اهو ادي مثلا منظر، المفروض ان ده راجل فنان، ده فنان سلفي او مرسم سلفي. ده هنقف معاه وقفه جامده الراجل ده شخصيا، ده هيجي وقت. منظر بقى طبعا ايه، قرآن في مواجهة العين بقى. العين، بص، شوف بقى التفكير الطفولي، الرسمة الطفولية. العين زي سهام العين اهي، بص داخله كده على الكتاب، وبعدين الكتاب ايه، درع واقي بيرد على طول يعني. اشوفكم بخير.